برنامج الأمين النهدي مرسال خليفة عروض راقية البقية لا ترتقي للمستوى. لا البرنامج باهي أحسن حتى من العام اللي فات. والله كعبنا كان الأمين النهدي معناها حاجة تصلح فيه باقي كل ما فيش واحد شيء يصلح ولا جنرال شوي هكا. ومهرجان صيفي نورمالمون شوف المهرجانات في بلايص أخرى ثم فرق بين واحد يجيبوا له جورج وسوف، ثم فرق بين واحد يجيبوا له فاطمة بوساحة، ثم فرق كبير ياسر. فهمتي كيفاش حبيبي؟ هذاك علاش ماهوش ناجح وماهوش باش ينجح. ونحن لن نفشل راهو بين الظفرين لن نفشل، نحن بصدد النجاح وكل ليله نثبت اننا قد نجحنا. برمجه راها اللي هي ماهيش برمجه معناها ماهيش مواكبه للحدث معناها وماهيش ماهيش حسب انتظارات معناها ولايه سيدي بوزيد هكاو. تحفون برشا، هو اي حاجه يقدموها لبوزيد كان مسرح ولا اي حكايه الاخرى الانسان يخرج من دارهم خاطر يوميا قهوه دار ما عندناش حتى شيء. الاخر يتفرهد شوي يبدل شوي خاطر الروتين ياسر علينا في البوزيد. سؤال يطرح نفسه علاش ما طلعوش بوزيد؟ علاش ما طلعوش ناس تمثل البلاد؟ باش نبقوا ديما نجيبوا ناس من برا باش تجي مش جهويه اما كوم فما عندنا مبدعين هنا وعندنا ناس فنانين وعندنا ناس تحب الثقافه ومثقفين. والله حلو محتوى المهرجان الثاني قلت لك في حله جديده متنوعه الشكل متنوعه المضمون. اليوم نلقوا مرسال خليفه في سيدي بوزيد اللي هو كان حلم قبل انه مرسال خليفه باش يعمل حفلات اصل في تونس. اليوم نلقوا فيه اكثر من 6 عروض وعرض منهم تتوج به سيدي بوزيد حاجه حلوه برشا. نلقوا رتيبه الحسيني فنانه مصريه، نلقوا مهرجان سيدي بوزيد السنه في دوره ثانيه ما بعد الثوره، دورته الثانيه ما بعد الثوره يعني في شكل جديد. ان شاء الله احنا نقولوا ان شاء الله من حسن الى احسن، ان شاء الله المشهد الثقافي اكثر يتطور، ان شاء الله المواطن يعني يكون في مستوى هذا المهرجان.